وانتهت مباراة الأهلي وبلدية المحلة 5-1. 5-1. الأهلي عودة النهاردة كبيرة جدا 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 من الأهلي. أول عودة للأهلي في الدوري النهاردة بعد بطولة أفريقيا وكأس العالم للأندية وكل المباريات اللي كان عمال بيلف فيها وكأس السوبر وما اعرفش ايه وكلام من ده ودوري أبطال أفريقيا وأفريقيا المنتخبات والليلة دي كلها. بعد اللفة الطويلة العريضة دي النهاردة عودة رهيبة جدا للأهلي. 5-1. 3 أهداف في الشوط الأول ويكملوا الحفلة بهدفين في الشوط الثاني علشان يأكد الأهلي عن جدارة ان هو بطل الدوري السنة دي بإذن الله رب العالمين. 7 مباريات لحد دلوقتي بلا هزيمة، فوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين 2 بس. كناش نتمنى التعادل ده، ان شاء الله المباريات الجايه كلها تكون فوز. وعم كولر النهارده فاجئنا كلنا بالتشكيل اللي نزله النهارده وكل التغييرات اللي عملها في التشكيل النهارده. كل الناس اللي نزلت جابت اهداف بسم الله ما شاء الله. وسام ابو علي النهارده الفلسطيني ابن فلسطين حبيبنا، برافو. انا اتمنيت النهارده ان وسام يلعب النهارده يبدا المباراه ويحط هدف على الاقل او يساهم. النهارده وسام بيرد عليا بهدفين، فبرافو عليك وسام، برافو عليك. هو ده المتوقع منك وان شاء الله تكون مهاجم النادي الاهلي الاول باذن الله رب العالمين. حتى جده مودست حط هدف النهارده. الدنيا ماشيه النهارده وسالكه جدا. النهارده رضا سليم بيهدف، النهارده كريم فؤاد بيهدف. كان نفسي بامانه ان احنا نطلع بكلين شيت النهارده ومصطفى شوبير ما يستقبلش اهداف النهارده، بس للاسف يعني قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على المكسب 5-1، نتيجه كبيره جدا ونتيجه كويسه جدا تدي دفع للاعبين. مباراه يوم الجمعه وشكل كولر كده مفهمهم التغييرات اللي كان مأجلها شويه، علي معلول وعمرو السوليه والليله اللي عملها في نص الملعب دي. شكله كده ناوي على انه يتصدر المجموعه في افريقيا. مباراة الجمعة مع يانج افريكانز مباراة هتكون قوية جدا على مين يتصدر المجموعة دي، وان شاء الله رب العالمين الاهلي هيعملها وهنتصدر المجموعة وهنطلع اول المجموعة باذن الله رب العالمين. وان شاء الله قدام يانج افريكانز هنعمل مباراة رائعة زي مباراة النهاردة وعلى نفس الاستاد باذن الله، والجماهير تكون اكتر من كده باذن الله رب العالمين وتأزر فريقها، وان شاء الله نكسبهم 3-0. الف الف مبروك لكل الجمهور الاهلاوي، اعظم جماهير في العالم واعظم نادي في الكون، ودايما وراك يا اهلي. شكرا لكم، سلام.